اهلا يا جماعة. شو اخترعتي؟ يا جماعة اليوم ماكو تحدي، اليوم في معرض كارد اكسبو حق الناس اللي يحبون الكروت والانمي وكذي. كملوا معاي الفلوج هذا راح يعجبكم، واذا انتم مو من ربع الكروت والانمي هم كملوا الفلوج لانه في سوالف. خليني اقول سالفة، هاي السالفة حتى براونيتي ما تدري عنها. سالفة الله يسلمك، احنا رحنا الفندق تمام. اول شيء يقول السلام عليكم. السلام عليكم. رحنا الفندق تمام، وقعدنا هناك 2 و3 أيام. عدل 2 و3 أيام. ايه حبي نمنا هناك 2 و3 أيام. شلون 3 أيام؟ خميس جمعة سبت، 3 أيام وليلتين، ليلة الجمعة وليلة السبت. تعطيش درس براوني. مو مقتنعة هي، بعدين أشرح لها يا جماعة. خلص السالفة اللي مو راضية تبدأ عشان تخلص. المهم جينا بنسوي تشيك اوت طبيعي عادي. نزلت الريسبشن، أبي أسوي تشيك اوت بليز، احنا مكلمينكم من واحنا بالغرفة، صار لنا ربع ساعة نبي أحد ياخذ جناطنا. للحين ما حد خذ جناطنا. فأنا شو سويت؟ طلعت الجناط برا الغرفة ونزلت الريسبشن. فأنا نزلت الريسبشن قلت لهم إن أبي أحد يجيب لي جناط السيارة، بسوي تشيك اوت. أوكي أروح أقعد بالسيارة. 20 دقيقة تصير نص ساعة، نص ساعة تصير 40 دقيقة. تخيلي 40 دقيقة يا جماعة احنا ناطرين يبون جناطنا. كان تيلي واحنا صافطين سيارتنا عند الباب مال الفندق، كان تيلي مالت الريسبشن كان تقول لي ان في عليكم فلوس. زين ايه، كان اقول لها على شنو؟ هو الثلاجة ما فيها اكل، ما في شيء شي تاكلينه وكذي. زين كانت تقول لي انتي طالبة امس 6 فوط. لا والله نطري، وفي 3 فوط مفقودين. زين ففي فيز. كان طالعها كان تقول لي فين نزلي؟ كان انزل. المهم نزلت يا جماعة، كان اقول لها حبيبتي شنو قصدك الروب؟ لان انا حطيته على الفراش واصلا روب واحد بالغرفة. كانت تقول لا انت وامس طلبتوا 6 تاولز، واحنا صدق قبلها طالبين 6 فوط، بس احنا مو بايقين فوطة. صدق مو بايقين فوطة. زين كانت تقول لي لازم تدفعين الحين 6 دنانير لأن في 3 فوط مو موجودين. ما أدري تخيلوا. كان أقول لها لا ما راح أدفع 6 دنانير لأن ماكو فوط مفقودة. وإذا عن الحلال والحرام يمكن فوطة واحدة مفقودة، إنه يمكن إحنا نزلنا فيها البول بالغلط. أول مرة على الفوط صح؟ أبي يا جماعة فنادق الكويت، فنادق برا الكويت، مليون فندق، ما حد يحاسب على الفوطة، ما حد يشوف الفوطة. فوطة ترى فوطة بيضة سادة ميديم عليها لوجو، ما تشعر ولا عليها لوجو ولا شيء. حبي كويتي سوق اليمعة. خش قطع ايديها. لا مو ايديها والله تيجي كواليتي نت. زين ما راح بنتج هذه راح تنحط. زين تخيلوا كانت نادي المانجر. جاي لي المانجر انه شو انه ايه انتي طلبتي فوط وهذا وانه في 3. اقول له حبيبي لو سمحت ماكو 3 فوط مفقودين، وانت ليش موقفني 45 دقيقة قاعد تناقشني على فوطة؟ افتح لك جناطنا يعني احنا بايقين فوط. كنا بايقين فوط. ويا جماعة ترى ليلة الفندق ب125، يعني مو ب25 دينار، 125 دينار. احنا حاجزين 3 أيام، يعني احنا لحظة يعني احنا بنبوك فوطة يعني شنو في؟ لا وفوطة سادة يعني. excuse me. تخيلي قلت له تبي افتح لك الجنطة تشيك ان احنا بايقين فوط ولا شنو؟ ترى ماكو شيء مكسور بالغرفة. لو كيتل الماي مختفي افهم، لو اوتي صح، الأوتي اللي هي هذه اللي نكوي فيها الملابس زين مختفي أفهم. قاعد تكلمني على فوطة ميديم بيضة سادة. لا ما شنو خليني أشيك. تخيلي كان يصعد
ما شنو تشيك بالغرفة، كان يدق على الريسبشن ويقول لها خلاص هي في فوطة واحدة مفقودة مو 3، خد تدفع 2.5 دينار. لا حبيبتي أنفال تسكت ايه والله ما وين أسكت. هالفوطة؟ ايش دراني اصلا انا مع المانجر قال لي ايه بس في فوط هيدي بوليسي الفندق. كان اقول له حبيبي مو هيدي بوليسي الفندق، انا رحت مليون فندق بالكويت وبرا الكويت عمره ما حد حاسبني على الفوط، ما حد فكر. قلت له الناس تبوق ارواب ترى احنا مو بايقين فوطه زين. وشنو قلت له بعد؟ قلت له وراح اقيمكم بجوجل، راح اقيمكم بجوجل ان انتم تعاملكم سيء. والله لا مو فاهمه يعني زين. المهم كان تقول لي دفعي 2.5 دينار، كان لا ما راح ادفع 2.5 دينار. كان طالعني كان اقول لها سمعي، كان اقول لها انتم مو قلتوا لي ال3 فوط ب6 دنانير فمعناته الفوطه بدينارين، انتم ساقطين بالماث انا مو ساقطه بالماث. تخيلي قلت لها كذي زين. لا انتم ساقطين بالماث انا مو ساقطه بالماث، انا ما راح ادفع الا 2 دينارين. ومو سالفه نص دينار، نص دينار انا عندي نص دينار. المهم مو سالفه نص دينار، سالفه كونسبت وان انتم شلون تعاملون يعني النزلاء مالتكم. يعني انا ادفعهم من جيبك، لا مشكلتكم صراحه تدفعينها من جيبك. تكلمين المانجر كان وين المانجر وشلون يقول 2.5 دينار ويقول لي 3 فوط 6 دنانير؟ شنو قاعد تلعبون على مخي ولا شنو؟ المهم كان يجي المانجر اول ما شفته كان اقول له اسمعني انا راح ادفع 2 دينارين ما راح ادفع 2.5 دينار زين. مو سالفه نص دينار ومو سالفه اصلا 6 دنانير، انا قاعده هني قاطه اصلا حق 3 ايام مو عايزانه اقط 6 دنانير زياده زين. بس سالفه كونسبت ان انتوا قاعد تحاسبوني على الفوطه. تخيلي وقفونا هني شي صار 50 دقيقه يعني تقريبا ساعه. تخيلوا هم ساعه مأخرين تشيك اوت، حابسين جناطنا، ماخذين جناطنا رهينه عشان تدفعون. احنا ليش ما مشينا؟ احنا ليش ما مشينا؟ جناطنا عندهم ما قاعد يعطونا. تخيلوا الزين. كان اقول مقعدني ساعه تقريبا مأخرني ساعه على على فوطه. انا راح اسوي لك ريت بجوجل سيء وتجي شلون احنا كنا طالعين من الفندق مستانسين. اللهم اعتراضنا كان ان الفندق ما في عزل، فكان اي اذا يمنا احد مزعج يكون ازعاج، بس هذا يعني مو شيء بيج ديل. قلت له احنا كنا طالعين وناويين نرد لكم بعد اسبوعين كذي صدق، ناويين نرد لكم مع رفيجاتنا ونحجز وهذا. راح انزل لكم ستوري على فكره انا عندي فولورز او سوشيال ميديا. كل ما نزلت كل ما دشيت مكان لا كل ما يسووا لي حركات خايسه والله. ويخافون ولا ما يخافون؟ يخافون والله اذا حبيبتي اقول شيء بس قلت له ان انا عندي فولورز وراح وانا راح اقيمكم بجوجل تقييم سيء باكونتي الببليك. كان يقول لي خلاص ما تدفعي، انا جاي اقول لك ما تدفعي وان اخليها علينا وان الموظف اللي عمل هالغلطه راح يتحاسب، بده يتحاسب. حبيبتي ماكو موظف عمل هالغلطه، هو اللي صعد وقال خد تدفع 2.5 دينار. الله بروحه. فيا جماعه في مره صار لكم موقف كذي بالفنادق؟ اذا صار لكم كتبوا لي لان يعني مريب الموضوع. احنا وصلنا حبيبي مش طاية هني. احنا وصلنا قاعة 5 كارد اكسبو طبعا لأن براوني VIP، راح ندش بالVIP. يلا هاك هذه السوارة بعد حقك، اخذي واحدة اي لون تبين. راح تشوفين اشياء جديدة علينا. اول مرة تصير المعرض؟ هو اول مرة يصير بالكويت. لا والله هو شنو هالمعرض؟ مين انت؟ أنا وضعي وينه؟ هذا معرض شفتي مو بالمكان. اي والله يا حياتي. هذا المعرض شفتي الكروت، في كروت قالوا لي توصل ملايين هني، هذيل يبيعونهم ملايين. طبعا هذا مو اصلي اللي عندي، هذا كذي بس في كروت اصليه عليها تواقيع وفي فويس اكتر مال انمي. هو سوالف انمي. هذا كونفست مسوينه. اوكي فيلا خلينا ننزل ونشوف شنو فيه بالمعرض يا جماعه. فهو الحين احنا بندش ونشوف الموضوع. شكله اليوم هدوء ترى، احس باكر راح يكون حيل زحمه، انا اليوم اول يوم يا جماعه. تبي تصور؟ تبي العب معك؟ طيب دشينا المعرض. هذا اول معرض كروت بالكويت، ما شاء الله حيل زحمه. انا ضايعه طبعا بالطوشه، انا وبراوني ما ندري شو السالفه. تدري شو السالفه؟ لا
ما ندري زين. واحد اسمه حلال جاي من كندا يبيع كروت وحيل مشهور، وفي واحد ثاني بعد جاي من كندا حيل مشهور. انا صراحه نسيت اساميهم، اصورهم اذا قدرت واحط لكم شو اسمه، بس ابي اوريكم شوي الاجواء. شوفوا يعني شوفوا الكروت هني اسعار متراوحه يعني. هذا ب65 كذي يعني، في ب6 دنانير، ففي تنوع يعني. في كرت ب65 دينار. هذا حلال عنده كروت توصل ملايين كويتي، يعني مليون كويتي، مليونين بعدين كويتي. يبيعون يعني. هو يبيع لك الكرت يعني. وبعدين يبيعونه. اي بعد اي، لانه يصير مثلا هذا الكرت اللي بمليون حيل نادر، واحد بالعالم وقع عليه، واحد من 1000 سنة ميت كذي، عرفته؟ اوكي. هذا اللي انا فهمته يعني، يمكن غلط ما ادري. فالحين شوفوا هذا حلال، حلال شكله حيل مشهور يا جماعة. كاهو هذا زين. فالحين بنشوف يعني وايد زحمة، تصدقين حلال عنده زحمة يا جماعة. هذا عبد الله. اهلا هلا والله. عبد الله عنده بوث سيلكترز، بعد شوي نوريكم سيلكترز. هم ليش كلهم من كندا؟ مكلمين وايد فندرات من برا الكويت، من كندا، من امريكا، وايد اماكن اللي يعني الظروف كانت تساعد انه يجون، كانوا من اصدفت انه من كندا يعني، واصدفوا انهم كلهم ربع. هم ربع. اوكي حلو. اي انا حسيت انهم يعرفون بعض. انا الحين ماسكه اغلى كرت around 17,000 KD to 22,000 KD. ما شاء الله يا جماعه. هذا الكرت سعره يتراوح بين 17 ل 22 ألف دينار كويتي. Right? Yes, that's correct. Welcome in Kuwait. Thank you very much. I love it here. You know, what's your experience in Kuwait? Is it your first time? First time in Kuwait. I'm having an amazing experience. Lots of fans are here, lots of support, and I'm happy to be here. But it is hot. It's hot. Hot. لا, still it's not hot. No, it's hot. 50, it's normal. Normal. Oh, it's too hot for us. Back home, the hottest it gets like 30, 35. 30 in Kuwait is winter. Yeah? Yeah. Nice to meet you and welcome to Kuwait. Thank you very much. Thank you. يا جماعة الكرت اللي توه شفناه تخيلوا ان قيمته من 17,000 ل 22,000 كويتي. طبعا هذا بوث حلال ترينر. هحط لكم اكاونته، وعنده تشكيلة كروت حيل كبيرة. ما شاء الله ما شاء الله، وحيل زحمة عنده. الحين راح نروح نشوف كرت ثاني بوث ثاني. Okay? Is it your first time in Kuwait? Yeah, actually it's my first time in Kuwait. Welcome to Kuwait. Thank you so much, thank you. I just want to ask, what is the most expensive card you have today? The most expensive card? يا جماعة الحين بيطلع لنا أغلى كرت عنده هني. Okay? Down one. This one, huh? Yeah. How much in Kuwaiti? In Kuwaiti, good question. I know in Canadian, let me Yeah. check in Kuwaiti. Okay, تخيلوا هذا أغلى كرت عنده. قبل شوي احنا شفنا كرت ب 17 ل 22 ألف. Since I'm flying out and the borders and everything, Yeah. so it's scary to bring a big card. But in my personal collection, Yeah. the biggest card that I have personally is worth 60k USD. So in Kuwaiti is, Okay. I will tell you right now. This one is 26, right? That one is 26. Okay. Yeah, exactly. الكرت هذا يا جماعة ب 26,000، أغلى من الكرت اللي قبل شوي. بس هذا مو أغلى شيء بالكولكشن عنده، وهو ما ياب يعني أغلى كرت الكويت، بس هو عنده أغلى. The most valuable card that I have in my personal collection is 18,000 KD. 18,000. So 60k USD. It's a Okay. red Mangalufi. Red Mangalufi. Exactly. Yeah. Exactly. Okay. Then if I want to sell this card for you يا جماعة راح أحاول أبيع. Today I have challenge. I want to sell this card. I will give you 5 hasanat for this card. Nothing. 5 حسنات. No cash, no nothing for this Even card. not 500. I didn't say it was a card expo exclusive though. Sorry, now we can maybe make a deal. Yeah. But you put the mic on it, so now it's damaged. It's not damaged. It is. Look at No, that. Here. it's my signature.
then you have a bad signature. No, it's not bad. I'm joking with you. But yeah, that's a beautiful card. I didn't know it was a Card Expo card. Yeah. You want to do a trade? Trade يلا okay. But the problem is with me, I don't have nothing as valuable as that. So I think I will pass on the trade. So this is This the is most priceless. priceless. This is priceless. Too expensive for me. Too Too expensive. Plus, I tried to sell it to someone else. At least, yeah, you Wish me should. luck. I wish you luck. Good luck. Thank you so Welcome, much. welcome. Thank you. يا جماعة كرتي طلع برايسلس. قال لي يشتري مني ب5 حسنات. تسأل عن ون بيس صح؟ اي ايش رايك بالناس اللي يقولون لوفي عمك؟ شنو هو عجيب. انت معاهم يعني هذي؟ انا معاهم. اي بعد انا. انت بعد معاهم وين؟ اي انت شو شاريه؟ بيكاتشو. بيكاتشو. ترى انا رفيجتي تحب بيكاتشو، شوفي قاعد طالع بيكاتشو مالك. خشي دير بالك منها. من وين ماخذته؟ من هنا. هناك كون اوف ذا بندر. زين انت ليش جايه المعرض اليوم؟ انا جايه عشان هذولي my people you know. I live in this culture معاهم. تحبين الانمي وكذي؟ ايه. تدرين ان انا ما اعرف ولا شيء عن الانمي؟ اوه you're missing out. اي والله وايد. صدق؟ ايه. خلاص عيل تعال رشح لي شيء انمي اشوفه واندمج فيه. one piece. كلكم ون بيس. خلاص عيل انا راح اشوف وين ينحط؟ هذا دراغون بول. صح انا سامعه دراغون بول وايد قالوا لي عنه. ايه. اوكي بس انا شو راح ابدا بون بيس اوكي؟ إيه. على مسؤوليتكم. ايه اوكي. اوكي؟ يلا باي. باي. لا ما بينتي. زين يا جماعة طلع صج ون بيس عم الجميع. لوفي عمك ون بيس عمك. الحين يا جماعة أنا بوث الحمد لله بوث كويتي. دقيقة لأن كل ما أروح حق أحد جاي من كندا شي عرفت؟ لا أنا علي أنا. زين فالحين احنا ببوث كويتي قلت له شنو اغلى كرت عندك فطلع لي هذا الكرت ها مال ون بيس لوفي عمك يعني. وين ايش رايك بهالمقولة؟ انت موافق عليها؟ يعني اذا وريتك هذا وقلت لك لوفي عمك. اي اوكي. اوكي يا جماعة فهذا قال لي ان اغلى كرت هني وكان خاشة. كم قيمته؟ 30,000؟ هذا أغلى كرت أنا شفته ترى حتى أغلى من الكنديين اللي هناك. أوريكم شوفوا الكروت اللي عنده بس إذا اللي تبون اللي ب30,000 هذا مخشوش فيه هني ب1050. البوث ذا كارت تشامبر أوكي عندهم كرت ب30,000 فيا جماعة سعر الكروت يعني تخيلوا الحين الكرت اللي أنا مسكته سعره سعر سيارة فحرفيا ترى في أشياء حيل غالية هني تكون أسعار سيايير. اكيد بخشوا علي ما توقعت انا سويت كذا ان شاء الله. اغلى ترى من هناك اغلى من اللي هناك. المهم فسوفر اغلى كرت انا مسكته وشفته كان قيمته 30,000 دينار كويتي. اذا شفتوا كروت اغلى من كذي كتبوا لي بالكومنت. مع صادفنا شباب ما شاء الله عنده ملف. شوفوا كم سنه مجمعهم؟ 4 سنين ما شاء الله. وش كثر كم كرت جمعت؟ أجمع وأبيع. تجمع وتبيع ممتاز. زين خل أسألك سؤال أغلى كرت بعته؟ 90 دينار. ممتاز حلو بداية حلوة هذه. زين كرت الحين كرت أنت مستعد تبادل أي حد فيه؟ الليفيون. هذا مال ون بيس؟ لا ما واضح أنا يا جماعة ترى أنا ما عندي خبرة بالكروت. هنشوف. ليش هذا عادي تبادل الناس فيه؟ لأن الكل يبيه. ممتاز. يا هذا كم قيمته؟ 30 دينار. حلو. أنا قبل شوي كنت واقفة هناك تدري شفت كرت بكم؟ كم؟ مال ون بيس. تلاقينا ب1000 وشيء. لا 1000 وشيء شوية هذا 30,000 دينار كويتي. موجود؟ هذا البوث هذا اللي قدامنا قل له جت لك بنية لابسة أصفر شافت أغلى كرت عندك عادي أشوفه مال ون بيس. يا الله. 30,000 دينار كويتي. الحين أشوفه. سعر سيارة. روح شوفه. يلا باي. يا جماعة الكوميونتي هني حلو يعني الكل ياخذ ويعطي معاكم عادي عرفتوا. يا جماعة الحين أنا جاية عند بوث سيلكتز. أوكي
خلينا نشوف شنو عنده. اوكي. شو عنده وايد أشياء. شوفوا هني تصير بطولات، زين، يتجمعون مجموعة من الشباب ويسوون بطولة، يعني يلعبون كروت مع بعض وكذي. شو قاعد يتبارون من صجهم ترى، يعني الموضوع صجي. شوفوا يعني موضوع صجي. أنا حدي هني أونو، يعني حدي ألعب أونو، فما راح أحرج نفسي. بس شو ترى الموضوع صجي، موضوع صجي. زين منو الحكم؟ لو سمحت منو الحكم؟ يعني منو يقرر؟ كيف منو؟ يعني منو يقرر منو فاز؟ لا هو احنا عندنا سيستم كونامي هو اللي بيقرر منو فاز، فعن طريق انه كل واحد لما بيفوز بيكون في كذا راوند وكذا، يعني كذا وحده ورا بعض، بعدين بيصيروا مثلا وين لوز، بعدين النقاط بتتجمع، هو بيحدد اخر شيء مين اللي فاز ومين اللي خسر. والفايز شنو يكسب؟ راح يفوزوا فيها هيدا البلاي مات، واللي هو اصلا بيكون عدد محدود ومنه للبيع. شنها ليميتد اديشن نقول؟ يس، بتكون بنسميها احنا برومو كارد. جماعة أقوى بطولة راح تكون يوم السبت مالت ون بيس، اللاعبين طافوا 55 والجوائز راح تكون أعلى. ها؟ ما زاد العدد كل ما الجوائز بتعلى. كل ما زاد العدد كل ما الجوائز تعلى. فأنتوا تشوفون هذا الفلوج بنفس الوقت راح يكون في بطولة شغالة هني بمشرف. يا جماعة احنا ما قدرنا نطول بالمعرض لأن نفس ما قلت لكم أنا مو تبع كروت وأنمي وكذي. ما شاء الله ما شاء الله ترى حيل زحمة المعرض. يعني أنا شفت أشياء ناس يون معاهم ملفات وجناط، تخيلوا كلها. واحد أمبي ما شاء الله جاي ومعاه 3 جناط. وتخيلوا مالت لندن. إيه مالت لندن ومثل تجوري وجنطة، صح؟ شنو كانت؟ اي جنطة. يا جماعة ترى حرفيا يحطون الكروت بتجوري متنقل، تجوري اللي هو الصندوق اللي فيه باسورد، عرفتوا، اللي يحفظ أشياءكم. لأن ما شاء الله في كروت قالوا لي توصل ملايين، بس أتوقع ما شفت أنا ولا كرت بمليون. يعني أغلى كرت شفته 30,000 دينار كويتي. بس ترى 30,000 دينار كويتي مو شوية. تجربة حلوة، ما أتوقع أنا شخصياً راح أعيدها لأنه مو من اهتماماتي، بس شيء حلو إن احنا شفنا شيء جديد. طبعاً الحين بنكمل يومنا، ما ندري شو راح نسوي. جماعة براوني للحين تسمع راديو، تقول حتى مو راديو. والله هلا قبل يقولون راديو. حبيبتي أمي كانت تقول درينك سوت، يعني تريننج سوت. حتى أمك أكيد تقول كذي. أمبي لو أقول لكم ويه. يا جماعة قولوا لي أهاليكم شنو يقولون شي مصطلحات، يعني درينك سوت هو تريننج سوت، رادو إيه، شد بلاده. هالكلمة ترى تدرين تقتلين. شد بلاده. يا جماعة هذه كلمات من وين جت؟ ليش أهلنا يقولونها؟ شنو أصلها؟ كتبوا لي، والله كتبوا لي بالكومنت شنو شي مصطلحات أهلكم يقولونها وما تدرون من وين. يعني هي ليش جت؟ يعني شنو شد بلاده؟ شنو البيمة؟ يعني ماكو شيء بالعالم اسمه بيمة، هو تأمين. بيمة اي صح. البيمة انتهت. الكتالوج كتالوج عادي. يا جماعة طبعا الحين رايحين احنا نجرب كمومايل منت، هذا الشاي البابون يا جماعة، النعناع المثلج من كريبا، لأن كريبا مشرف ما كان موجود فيه، فرايحين احنا الديرة الحين. المكان اللي بروح له ما راح أقدر أنزل كاميرتي وأصور، فراح أجربه وأعطيكم الفيدباك هل يستحق ولا لا. الناس اللي تحب التي، أنا عادة أحب أشرب الشاي حار، بس هذا جذبني ما شفت مثله. شو تشبك معي؟ تشبك على طول براوني، أكثر شخص يشبك معي على طول والله العظيم. فراح أجربه ونشوف ايش رايك نسوي سلسلة أحلى آيس تي بالكويت. الله، أنتي تحبين؟ هي تحب مال ليبتون. مو حاضر ايه عرف. بس احنا شنو بنرتقي بنروح كافيهات، واخر شيء كافيهات حاطين ليبتون، عرفت؟ ما اصدمك انه مال كوستا. والله حلو. يحط ليبتون؟ لا
مو لبتون، ايس تي مالهم حلو. انا ترى مو بك فان حق الايس تي، فهذا شيء غريب ان انا الحين رايحه اجرب ايس تي كريبو. بس انا احب البابونج والنعناع، وحسيته كومبو حلو يعني، حسيته غريب بابونج ونعناع، عرفتوا؟ نعناع كلبي والله العظيم نفس السخافه سبحان الله. تدرون شنو صار بعيني؟ عشوائية. والله تذكرت يا جماعة، ترى أنا هالأسبوع صار معاي يعني أشياء. تخيلوا، خلق أقول لكم مدام إحنا بالإشارة، يمكن أنتم بالتصوير اليوم لاحظتوا إن بعض المرات، بس الحين لأن قدامي ما شاء الله طاق بريك وليته أحمر. ها وين تليفونك؟ لا هذاك أهو. أبا يا جماعة شوفوا تليفونها وين. فضل تليفونها هني وقاعد دوره. يلا معلش، الحمد لله استوعبت. خل اقول لكم شنو صار بعيني. باي ذا واي، العطر اللي تو رشته براوني هذا موجود ببوتيكي، ريحته حلوه فريش حمضيات. تخيلي انه بالدوام والله من غير مبالغه يا جماعه، كل ما يشتمونه امر يسالوني، وتخيلوا مع نفس الموظفات. تدرين مع ان هذا ما كان عاجبك انتي بالمحل، بس هذا امي ما استغنى عنه. موجود عندي بالبوتيك، وايد حلو صدق، وايد حلو حق الصيف. المهم خل اقول لكم، قبل يومين شفتوا لا قبل تشبك المشكله على طول. قبل يومين قررت اركب رموش بالصالون. اوكي، عرفتوا هذه رموش تروح صالون نحط حبه حبه. المهم انتم ممكن تلاحظون بالتصوير اليوم شوي عيني حمراء، مع ان الحمد لله اليوم حيل صارت احسن. رحت مكان يعني دعايات 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 لعقب باكر، والمشكلة يا جماعة إنه في بنات أنا أعرفهم مسوين بهالمكان، بنتين ما أدري على حظي طحت بموظفة مش ولا بد قاعد يدربونها. المهم إن تعاملهم مش ولا بد، لأن أنا مقدمة شكوى للحين ما حد كلمني. رحت الصالون، أحد الأفرع، هم عندهم أكثر من فرع. رحت الصالون، ركبت لي رموش. أول شيء قلت لها أبي سلك لاشز الرموش تكون حيل خفيفة وكأنها رمشتكم وما لها صيانة، وأقدر أحط عليها مسكرة. وأنا مسويتها قبل سنة تقريبا أو 10 شهور عند واحدة لبنانية، حدها عسل اسمها دلال. راح أحاول أطلع أكاونتها وأحط لكم إياه هني، مو دعاية. أوكي، فقلت لهم أبي سلك لاشز، قالوا لي أوكي. وأنا من سدحة قلت لها أبي سلك لاشز، كانت تقول لي شور. تخيلوا وهي تركب لي حسيت في ثقل على عيني. الرموش الحرير هذه السلك ما تحسون بثقل. كان أقول لها وأنا مغمضة كذي إن هذا السلك اللي قاعد تركبينه، كانت تقول لي يس. المهم يا جماعة بطلت عيني، طلع مو سلك بركبت لي رموش عادية. أوكي، بسعر رموش سلك، يعني المبلغ اللي أنا دافعته حق شيء وخذيت شيء ثاني. سكت ما تكلمت، كنت مستعيلة والقصة عجبتني فخلاص سكت. طبعا عيني حمرة حمرة حمرة، يعني أحمر شيء بالدنيا. أوكي، لون عيني أحمر أحمر. ليش؟ وهي تركب لي دخلت صمغ بعيني. أوكي، حاولت ترجع الموضوع، قامت حطت لي قطرت عيني وكذي. انا قلت لها مو مشكله، يمكن انا عيني حساسه، لان انا ادري ان انا عيني حساسه، فمو مشكله ساعتين شي 3 راح تخف عيني. وطلعت من الصالون عادي، وانا مو اول مره بحياتي اركب رموش، فانا ادري اذا عيني تحسست ولا شنو. المهم تخيلوا بالليل عيني اسوأ ارفع عيني كذي القى الصمغ، اشوف صمغ واشوف الرموش متركبه بطريقه حيل غلط. اذا قدرت راح احط لكم الصوره. اوكي، تخيلوا مركبت لي هني يعني مكان غلط، وتخيلوا احس في شيء متشع رموشي، يعني احس رموشي شي متشعينهم. اوكي، لانه يعني مركبتهم غلط، فصار في ثقل على الرمشه الصجيه. كلمتها تقول لي عندك 3 days to fix it. fix شنو حبيبتي؟ fix منو؟ ما بي أصلح. تقول لي وإذا تبين تكنيشن ثانية، يعني مو اللي ركبت لك،
نطري يوم الجمعة، انطر يوم الجمعة. شنو عيني ما تتحمل يا جماعة، عيني قاعدة تنهار، انا قاعدة انهار عيني، اقسم بالله راح احط لكم صور عيني. المهم تناجرت، شديت معاهم، رحت فرعهم الثاني اللي بالرقعي. رحت شالوا لي، تخيلوا الموظفة اللي بالرقعي اللي بالفرع الثاني وهي قاعد تشيل ازالة الرموش ماكسيموم 20 دقيقة، انا قعدت ساعة ونص. تخيلوا الموظفة مات نفس الصالون بس فرع ثاني. تخيل ايش قاعد تقول؟ قاعد تقول شلون هي مركبت لك كذي، شلون مركبت لك كذي، لان التركيب غلط. فل صمغ، هذا كلام امس، اوكي؟ فل صمغ، يعني صمغ ليوم القيامة. يمكن حطت لي صمغ وايد كمية حيل كبيرة لدرجة ان انا طلعت من الصالون في صمغ على رموشي، صح ولا لا؟ رديت البيت في صمغ على رموشي. بالليل رحت الطبيب، تخيلوا ان احتجت اروح الطبيب حتى عقب ما شلتهم. عيني فيها التهاب لان الصمغ دش بعيني، بلاس انها تحسست لان دش الصمغ. تواصلت مع الصالون، تخيلوا للحين ما حد تواصل معي. كتبت لهم كومنت على بوست، مسحوا الكومنت مالي. كتبت لهم كومنت ثاني، ردوا علي كتبوا تواصلي معنا دايركت لان الاداره ما تشوف الكومنتات. وكتبت لهم رقمي ان بابليك، تخيلوا حطيت لهم رقمي الشخصي بوست ومسحوا، ولليوم ما حد تواصل معي. اللي بوصله لكم انه بليز بنات اذا تبي تركبون ركبوا عند ناس بروفيشنال، عند ناس يعرفون شلون يركبون، لان انا الحين 7 ايام قدام اسبوع قاعده اضطر اني اخذ مضاد حق عيني واحط مرهم وقطرات فيها كورتيزون، وهذا الشيء يعني اكيد مو احسن شيء حق عيني وانا ما كنت محتاجه. فسوفار هذه السالفه. احنا الحين وصلنا، فبنزل بخليكم بالسياره بامان، وبننزل انا وبراونيتي نجرب الايس تي وندردش، بعدين نرد لكم. يا جماعه طبعا رحنا كريبه وكنت ابي ايس تي الكامومايل مع منت وسولد اوت. تخيلوا فرعين سولد اوت، فيعني شنو هو لهالدرجه قوي وما حد قايل لي ولا شنو؟ ليش بكل افرع سولد اوت؟ المهم خذيت هذه ماتشا، I love you so much. خذيت ماتشا جديدة من كريبة، تي كأنها عصير افوكادو. شو تسوين؟ معلش يمي حركات مريبة. كأنها افوكادو، يعني كأنها عصير افوكادو. فهمتوا التكستشر مالها؟ كأنها عصير افوكادو. حيل حبيتها، شوجر فري، ويعني حبيتها حلوة، مع ان انا مو بيج فان حق الماتشا. فهذه جديدة من كريبو، جربوها إذا تحبون الماتشا. المهم هذا أتوقع أكثر فلوج عشوائي راح تشوفونه بالحياة وبالشانل مالتي. بعد كذي حابة أقول لكم إننا خلصنا فلوج اليوم. إذا أنتوا للحين الحمد لله خلصناه يا جماعة. ليش والله عاد مو طويل. ترى فلوج خيران إيش طوله والله، بس من ساعة أعطيتهم نص ساعة فلوج خيران اليوم بدون تليفون. زين المهم قطعت علينا شو اسمه conclusion مالنا، الختام. المهم عادي تمسكينها، شكرا. جمطتي زين. والله ما راح اقص هذا. اذا انتوا للحين مو مشتركين بقناتي، انا ما ادري ايه وايد شو ناطرين. اشتركوا بالقناة، يلا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، وكتبوا لي كومنتات حلوة مثلكم وشنو حابين تشوفون بالفلوج الجاي. ولا تنسون اللايك يا جماعة. باي.